بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. عملنا بطاطس النهاردة بطريقة حلوة وجميلة جدا، مقرمشة وهشة من جوه. يلا كده نسمي الله ونبدأ الوصفة. جبنا بطاطساية قطعناها وحطيناها على النار لحد ما اتسلقت. نبدأ بقى نهرس البطاطس، تهرسيها بالهراسة بالمعلقة بالشوكة. أهم حاجة ان انتي تعمليها وهي سخنة، تهرسيها على طول وهي سخنة كده، بتبقى اسهل وبتنعم معاكي، ويا ريت ما يكونش فيها اي تكتلات، تبقى ناعمة معاكي كلها. بصي نعمت خالص. هنبدأ بقى كده نسمي الله ونحط عليها حوالي 4 معالق نشا. دي كانوا كده 4 معالق نشا. ونبدأ بقى ايه نسمي الله كده، ونبدأ ايه نعجنها فيها. انا لقيت الشوكة او المعلقة مش نافعة معايا، فهبدأ أعجنها بإيدي أسهل. هنشيل المعلقة دي خالص وهنبدأ أحسن بإيدينا. بسم الله. بسم الله. شايفين بقى؟ بصوا كل ما بنعجنها مع بعض بنحاول وهي سخنة كده، واحدة واحدة تبدأي تدمجي النشا والبطاطس مع بعض. كل ما بتعجني فيها كل ما بتبدأ تتشرب فيها النشا. بصوا بقت العجينة سهلة ازاي معايا. ما شاء الله، جميلة ومريحة كده انتي خلاص بقت عجينة في ايدك. هنبدأ بقى نحط عليها بهاراتنا والملح بتاعنا زي ما تحبي، بهاراتك اللي بتحبيها. دي حاجة اقتصادية وسهلة. هنبدأ هنا حطينا الكزبرة والشطة والكمون، وكمان هنحط فلفل أسمر. عايزة تحطي بهارات فراخ حطي، عايزة تحطي بهارات لحمة حطي. النكهة اللي تحبيها ليها جربيها معاها، بس جربي كده البهارات البسيطة بتدي طعم أحلى. نبدأ نعجنها كويس لحد ما بصوا كل حاجة اختلطت مع بعضها. بصوا العجينة ما شاء الله، بصوا سهلة وجميلة، بقت عجينة عبارة عن بطاطس ونشا. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة كده واللايك، اهم حاجه اللايك للفيديو. يلا كده بصوا نبدا بقى ايه نشكل العجينه. احنا كده بنعمل تيست الاول للعجينه ونشوف هتبقى عامله ازاي. انتي برضو تحبي تصبعيها، تحبي تعمليها كور، تحبي تعمليها الشكل اللي تحبيه. انا هنا هعمل معاكم شكلين، يا رب يعجبوكم. عملت دلوقتي بعملها على شكل صوابع. هبدا اعملها واحده واحده. بسم الله. انا هي صوابع عاديه خالص، بصوا اهي. وتبداي تخليها اهم حاجه خلي البطاطس كلها نفس الحجم ونفس المقاس. هتبقى شكلها جميل في الطبق وبتبقى هشه وجميله جدا. هنا بص شكل تاني خالص، انا بدات برضو اعملها كده. بصوا الشكل ده. هبدا اديها بصي بضغط عليها كده من الاخر. هبدا اعمل كمان واحده معاكم. انا عملت الكميه كلها بشكلين دول بس. انت عايزه تعملي ليها اشكال كتير، كل شكل تحبيه اعمليه. هكمل باقي الكميه وارجع لكم. بصوا هنا خلصنا الكميه بتاعتنا، كل دي بطاطسايه واحده. شوفوا بقى هنحط هنا الزيت على النار. اهم حاجه الزيت يبقى سخن، ما تخليهوش بارد. ابدأي بقى أنا واحده واحده نسمي الله كده وننزل بقى بالبطاطس. بسم الله. يعني سهله وجميله. بصوا هنا بدأت تتحمر معايا، تاخد قلبيها واحده واحده. التغيير طبعا مطلوب، انك تغيري في شكل البطاطس وطعمها، وده كمان يعني بتدي زي البطاطس الشيبسيات، بتدي طعم جميل جدا، هشة جدا ومقرمشة. حاجة كده ما شاء الله هتعجب ولادك جدا. جربيها. بصوا شكل البطاطس بعد ما اتحمرت حاجة كده ما شاء الله. بصوا شايفين؟ كان نفسي بقى اسمعكم صوتها وهي بتقرمش كده. بصوا هنا ما شاء الله، بصوا هشه وفتحه، بصوا من جوه هشه ازاي. وادي الكاتشب عملناه برضو في البيت، يعني حاجه سهله وسريعه. ما شاء الله، جربوا الوصفه دي هتعجبكم. بتمنى كده ان الوصفه تكون عجبتكم وتكون اقتصاديه وسهله وسريعه. وحاجه تعجب ولادك زي السناكس. ربنا يديمها نعمه علينا ويحفظها من الزوال ويبدلنا خيرا منها، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.